الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الكلام اللي أنا كتبته ده والصور اللي أنا نزلتها الآن دي، الكلام ده وصل النائب العام من السنة المضت. أنا الفيديوهات ما حبيت أنزلها لأنه في فيديوهات فيها ألفاظ ما كويسة. دي صور، الفيديوهات اللي انتم شايفينها دي صور أقسم بالله إنها دي مكانات بتطبخ في الدولة السودانية موجودة داخل العاصمة، وحددنا مكانها بواسطة ناس هناك وحددنا كل شيء، ولا قبضوا فيهم ولا واحد. وما زالت هذه المكانات شغالة على قدم وساق بتطبع في العملة السودانية. نفس النسخة دي جايبة الفاتح عز الدين تحديدا، جزء منها في مطابع العملة وجزء منها خدتنا برا، قالوا تأمين لهم في حالة حصل أي حاجة يستخدموها في تدمير الاقتصاد. وفعلا ده الشيء الماشي الآن. أسمعوا كلام ده جيد، ده الشيء الحاصل الآن. الفيديوهات دي أنا تحصلت عليها بواسطة تكنيك تغني هناك بتخص في الصيانة، رفع لي المعلومات دي، قال لي يا أخي أنا لو فتحت خشمي قد يقتلوني، بس أنا بصور لك، وأنت إذا عندك إمكانية توصل الكلام ده لجهات عليا يكون كويس. وصلنا الكلام ده لناس في رئاسة الدولة، زو إنسان طلع إنه نحن اديناهم المعلومات دي، أظن في نظري أنا طلعوا هم أصحاب الشغل ده ذاته. أوكي، الدولة متسيطرين عليها الكيزان. الحاجة الثانية عن طريق الصدفة، أقسم بالله العظيم، هنا وعندي في الورشة جاني واحد شايل فيديوهات بيقول لي يا أخي ده مشروع نحن ماسكينه في السودان، تنغيب معادن في شمال السودان. مصريين شغالين تنغيب معادن في شمال السودان على قدم وساق، بيطلعوا كميات كبيرة من الذهب وبتمشي عن طريق البر للقاهرة، تصدر من القاهرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. موضوع الماشية ده موضوع خلوه على جنب. في مساحات ضخمة جدا مزروعة بكميات ما طبيعية. المصريين عندهم نخيل في شمال السودان بكميات غير عادية. أقسم بالله العظيم في مساحات مزروعة فواكه شيء لا يتخيل العقل أبدا. هذا الكلام شغال، بنقول الطريق البري بين السودان معبر أرجين شغال 24 ساعة، شاحنات محملة من السودان داخلة على مصر، من السودان محملة داخلة على مصر، وفي الأغلب بترجع من مصر داخلة على السودان شايلة بلاستيك بتاع الموية ده وأشياء كلام فارق، وأشياء في شار مسموم وكلام فارق. ده اللي بيرجع لكم هناك. والكلام ده الآن سيف الدين عمر محمد علي ده ابن عمي موجود في المعبر، وممكن يزودني بأي كمية من الفيديوهات. هم ذاتهم هناك محذرينهم من إنه واحد يفتح خشمه ما في. الشغلة دي ماشية طالعة نازلة تحت إدارة صلاح محمد صالح اللي هو صلاح قرش موجود. مصريين ما قاعدين هناك مش عشان سواد عينه، لأنه مدمر الاقتصاد وبيجيب لهم هناك وبيقول لهم اشتغلوا. وفي لمعلومية الجميع في مكانات تصوير موجودة في أسوان داخل الحدود المصرية السودانية تحت إدارة المخابرات المصرية. والكلام ده أخطر من كده، وفي ملفات أخطر من كده. لكن طالما البرهان وشمس الدين والعالم دي ماسكين الدولة فوق، ما في حد بيقدر يعمل أي حاجة، وأي واحد يتكلم بيتشال من وظيفته. تحياتي، ماجد العمراوي، فيينا. السنة المضت طبعا أنا اتصلت بشركة ألمانية فيها شباب سودانيين وجو هنا، عندهم إمكانية البحث عن المكانات دي، لأن المكانات دي فيها كود، والكود طرفنا موجود عن طريق الطائرات اللي اسمها الدرون. حددنا مواقع تحديد مكان في سوبا، ومكان في أماكن في المعمورة، وأماكن تواجد مكانات طباعة العملة. والشغلة كانت بمثابة سهولة شديدة جدا في الحصول على المكانات دي. اوكي، كان في سهولة الحصول على المكانات دي سريع وتوقيفها. يعني لو مشت في اي حتة داخل السودان كان عندنا نحن الامكانية، والله العظيم ما طلبنا من حد يدفع لنا قرش، كانت كل الشغلانية دي انا درتها من جيبي انا الخاص. نحدد مواقع المكانات ويتم القبض عليها، لكن تقبض منه؟ تقبض البرهان ولا تقبض شمس الدين؟ ما بتقدر. الناس المشت تهبش لقت انه الشغله دي صعب جدا القبض عليها في ظل البرهان وشمس الدين وياسر العطا.
انه المعدات دي تبع الكيزان والفاتح عز الدين والناس دي اللي قاعدين جوا، مساله وقت ويطلعوا، ما اكتر من كده. ودي عندي انا ملفات كثيره جدا جدا حاطلعها بالاسم، اذا ما حصل جديد فيها حاطلعها يوما ما. ملفات الادويه والسموم والنظام بتاع الاقمار الصناعيه اللي احنا حددنا به مواقع في سوبا والعاصمه، ولا ما في اي جهه امنيه تحركت نهائيا في البحث عن الحاجه دي، بل انه ادوهم المعلومه انه انتم كشفتوا غيروا مواقعكم. والمواقع الجديده برضه تحصلنا عليها، المواقع الجديده اللي في الجزيره تحصلنا عليها، دي كلها تحصلنا عليها في الجزيره، والمواقع اللي في غرب ام درمان كلها عندنا بالتصوير وكل شيء موجود. لكن اعلم تماما انه الدوله ما زالت تحت سيطره الكيزان، لا في ثوره ولا في بطيخ ولا في اي حاجه، دي حصلت تنويم للشعب. ولما الحاجه اللي اضيف حاجه ثانيه، لما اتحصلت على التصوير ده خلال ساعه انا رفعت الكلام ده، وصلت المعلومه دي خلال ساعه، وصلت المعلومه دي للنائب العام. اوكي، خلال ساعه انا وصلت المعلومه دي للنائب العام، وما في اي زول عمله. وانتوا الان حتقروا الكلام ده كلكم وحتقفلوا تليفوناتكم تحطوها في جيبكم، برضه ما حتقدروا تعملوا حاجه، وحيظلوا الناس دي شغالين كده ماشيين. اي واحد، في واحد اسمه عقيد ابو الكلام اتكلم بس صور بتلفونه، كان غايد معبر ارجين شايجي، شالوه من المعبر طوالي بتوجيهات من المصريين. الحكاية خطيرة جدا جدا، شيء ملفات لا تتخيلوها. والنظام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل، ملفات عندنا مثبتة، ملفات الأدوية والسموم عادت شغالة كما كانت بل أقوى من الأول. ملفات الأدوية والسموم اللي هي جاية من الهند بتمشي بريطانيا، بتتغير الكراتين بيتكتب فيها صناعة بريطانية وبتخش السودان، دي شغالة على قدم وساق لحد يوم الأمس. أنا عندي معلومة امبارح وصلت كميات بنفس الناس الشغالين ونفس الناس اللي قاعدين في السفارات ونفس الناس اللي كانوا بيشتروها ونفس الناس اللي قاعدين يغلفوها في لندن في مانشستر، ونفس المخازن ونفس ما في أي شيء يتغير في سير الأدوية والسموم. عبارة عن شالوا ناس جابوا ناس، تغيير صور، نفس الصورة بغيرها بنواجهة لواجهة. لكن اللي حيقول لي ده منو اقيف واللي حيقول لي ده يستوب. وزي ما قلت لكم حتقروا الكلام ده وتطبقوا تلفوناتكم تركبوها وتحطوها في الشاحن تاني، وما في زول حيقدر يعمل اي حاجة. تحياتي.